مساء الخير يا دودز، واهلا وسهلا بيكم في قناه بلوت تويست. هنتكلم النهارده عن مسلسل هاوس اوف ذا دراجون، وانا بشجع مين فيهم؟ هل السود رانيرا وديمون ولا الخضر اليسنت وايمون؟ بس قبل ما ابدا يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي اللي جايه اللي هتكلم فيها عن مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. بعد ما الموسم الاول خلص وشفنا كل احداثه، بالمناسبه انا عامل حلقه بلخص فيها اهم 25 حدث في مسلسل هاوس اوف ذا دراجونز الموسم الاول، ابقوا شوفوها علشان تفتكروا كل حاجه تخص الموسم ده. المهم شفنا ان الجانبين رماديين ومفيش فيهم خير او شر، وفكره انا مع انه جانب من الاثنين معتمد اكتر على انا شايف الموضوع من وجهه نظر مين. رانيرا علشان هي الابنه الاكبر وان ابوها هو اللي كان عايزها تمسك الحكم، ولا ايموند علشان هو ابن فيزيريس الذكر وهو الاقوى وهو اللي معاه فيجر. بصراحه انا عن نفسي مع الخضر وان ايموند هو الاحق بالحكم. شعب ويستروس مش هيقبل ان واحده ست هي اللي تحكمه، ولو تفتكروا رينيس اللي هي الملكه غير المتوجه كانت احق بالحكم من فيسيريس بس ما توجتش برضه. وحاجه تانية وهي ان رينيرا شخصيه عامه سيئه وكل اهميتها هي شهوتها وبس، زي شهوتها للحكم وشهوتها ان هي عندها اطفال كتير غير شرعيين من سترونج ومن كول. مش هقول ان ايمون ده بريء، بس على الاقل شخص قوي هيقدر ان هو يحكم ويستروس. بس طبعا ايجون العبيط ده ما ينفعش ان هو يحكم اي حاجه، واتوقع ان هو هيموت في الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. حاجه تانية ان بالمناسبه اليسنت تعتبر شخصيه كويسه، هي مش راضيه ان بعد موت رينيرا ان اطفال غير شرعيين هم اللي يحكموا المملكه، ده زائد ان هي سمعت من فيسيريس اصلا قبل ما يموت ان هو كان عايز ايجون هو اللي يحكم المملكه. بس كلنا عارفين يعني ان فيزيريس كان فاكر في الوقت ده ان هو بيكلم رانيرا مش بيكلم اليسنت. بس انا مش بتكلم في البوينت دي، انا بتكلم في ان هي فاكره ده، فهي شخصيه كويسه حتى مع الحاجات السيئه اللي جانب الخضر عملها، زي ان ايموند قتل كول ابن رانيرا. كلنا عارفين ان هو طبعا بالغلط وان فيجر هو اللي عمل ده بس برضه، وزي ان اليسنت حبست رينيس، بس برضه انا مع جانب الخضر. بصراحه انا متحمس جدا للموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجونز، ومتحمس ان انا اشوف شخصيه قويه زي ايموند وشخصيه اقوى زي ديمون بيحاربوا بعض. نسبه ترقبي لمسلسل هاوس اوف ذا دراجونز هي 10 من 10 عشان انا من عشاق المسلسل ده. وفي الاخر يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان يوصلكم كل الحلقات الجديده اللي هعملها عن مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. اشوفكم على خير ان شاء الله في مناسبات كتير جايه على المسلسل ده، وسلام.